السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم السفه المدفونه بطريقه سهله ومبسطه. ندوزو على بركه الله الطريقه ديال التحضير. عندي هنايا الدجاج، جوج بصلات كبار مشلضين، ربيطه ديال الربيع والتوابل والزيت نباتيه. غادي ندير شويه ديال الزيت وغنحط الدجاج ونزيد عليهم البصله اللي ديجا مشلضه صافي، وغنخليهم يتشحروا شويه. من بعد ما تشحر لينا الدجاج غنزيدو التوابل اللي فيها الملح، سكينجبير، الخرقوم والابزار والتوابل ديال الدجاج، ونزيدو ربيطه ديال الربيع ونمرقو بواحد كويس ديال الماء صافي، وغنحطو على جنب يطيب لينا. غادي ناخدو السفه ديالنا وغنديرو ليها شويه ديال الزيت نباتيه وغندخلو مزيان ديك الزيت في السفه حتى نبسبسوها مزيان على هاد الطريقه هذه، وغنحطوها تبخر صافي. من بعد ما تبخرينا المره الاولى غنخويوها في واحد القصريه ونزيدو ليها شويه ديال الماء يكون سخون. دائما الماء على حسب الكميه ديال السفه اللي غادي ديروا، وغنخليوها حتى تشرب ونديروها تبخر صافي. من بعد ما تبخرت لينا المره الثانيه، دابا غادي نديروا ليها المرحله الثانيه، غنديروا ليها الماء بارد، ما يكونش الماء سخون صافي. ونحاولوا نحلوها على الطريقه دي بالفوغشيط اولا بيديكم حتى نحلوها كامله صافي، ونديروها تفور المره الثانيه صافي. هنايا المرحله الثالثه اللي غادي نديروا فيها الزبده. كيف ما كتلاحظوا غادي ندخلوا مزيان ديك الزبده في السفه ديالنا وغنحطوها تبخر صافي. من بعد ما طابت لينا السفه كيف ما كتلاحظوا غادي نحطوا الدجاج على هذه الطريقه هذه. ممكن تحيدوا ليه العظيمات عاد تقدموه، انا قدمته هكايا. دائما التقديم على حسب الاختيار ديالكم. كيف ما كتشوفوا المريقه ديالنا كتجي خاطره صافي. وغادي نزين بشويه ديال اللوز اللي مهرمش والزبيب. دائما التزيين على حسب الاختيار ديالكم، كل واحد كيفاش كيزين. كيف ما كتشوفوا هكا كتجي السفه ديالنا. كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وبصحه والراحه.